فاش كتسمع كلمة الغموض شنو أول حاجة كتجي في بالك؟ بزاف الناس كيظنوا أن الغموض هو تلبس لك حل تبقى ساكت، ولكن الحقيقة مختلفة تماما. الغموض هو أنك تكون شخص غامض ومثير للاهتمام بطريقة تخلي الناس يبغوا يعرفوك أكتر. كل واحد فينا كيعرف هذاك الشخص اللي كيكون مركز اهتمام في المحيط ديالو، ما كيهضرش بزاف ولكن تصرفاته كتخلي الناس يحاولوا يفهموه يقربوا ليه اكثر. في هذا الفيديو غادي نكتشفوا كيفاش تقدر تولي هذاك الشخص اللي كلشي باغي يفهمو. مستعدين؟ Let's go. اولا راه خاصك تعرف باللي الا ما كانش الصفه ديال الغموض في الشخصيه ديالك فراه كلشي غيبقى يتجاهلك. اذا الا بغيتي تزيد شويه من الغموض في شخصيتك تخلي الناس مهتمين بك اكثر، هنا بعض الخطوات اللي تقدر ديرهم. اولا شخصيتك خاصها تكون زوينه. قبل ما تفكر تكون غامض ركز على انك تكون مزيان مع بنادم، فراه الا ما كنتيش مزيان فهنا غتسمى معقد ماشي غامض. ثانيا تدرب تبقى ساكت، ماشي ضروري اي فكره تجي في راسك تهضر عليها. الصمت كيعطيك قوه وغموض، كيخلي بنادم فاش تهضر يسمعك ويهتم بالهضره اللي كتقول. وبما اننا كنهضروا على الهضره فراه خاصك ما تبقاش تزرب في الهضره ديالك، كون ثقيل في الهضره ديالك. وثالثا تعلم تسيطر على المشاعر ديالك، ما تبينش لبنادم المشاعر ديالك. بنادم بطبيعته كيتاثر بلغه الجسد، داكشي علاش خاصك تكون هادئ في جميع المواقف اللي كتواجهك. there's a woman. ورابعا بغيتكم نتوما اللي تكتبوها في التعليق شي حاجه جربتيها، شي حاجه عارفها كتزيد من الغموض ديالك. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو. الا كملتي حتى لهاد اللقطه فشكرا لك بزاف، وما تنساش لايك وتشترك في القناه وتهلاو.